جاهز. جاهز والله. طيب، بي تي اي ستوكس بودكاست مع احمد اسواق حمام. احمد عامل ايه؟ الحمد لله والله كل حاجة تمام زي الفل. اليومين دول بس مشغولين. عندنا ان احنا بنجهز للشغل الشتوي ده في الستور، وبنجهز بقى للشغل الصيفي ان احنا بنستعد ان احنا نسافر له من دلوقتي. من بدري كده. هو خلاص بمجرد ان احنا نعرض الشتوي احنا خلاص بقى بنبدأ نجهز ان احنا نبدأ نجيب الشغل الصيفي للموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق طبعا ليك في الشتوي وفي الصيفي ان شاء الله. يا رب يا رب احنا طيب وانتم. تعالى كده نرجع للقصة والحكاية من اولها، وعايزين نعرف اسواق حمام البداية كانت ازاي؟ بداية أسواق حمام هو بدايته يعني فكرة. بمعنى ايه فكرة؟ ان احنا لما بنسافر بره او بنشوف كذا مول او محلات او اماكن كتير بتبقى فيها كونسبت الاوتلت، فده ما كانش موجود في بورسعيد اصلا. فلفت نظري دايما ان احنا لما كنت بشوف اسواق الهدوم البالة، اللي هي الاسواق الهدوم المستعملة دي، بورسعيد مشهورة بيها قوي. لفت نظري ان في وسط كل الهدوم المستعملة بيبقى في هدوم بلاقيها بالتكت. فانا قعدت افكر ازاي ان احنا نوصل ان احنا نجيب الحاجه اللي بالتيكت بس، لان مش كل الناس ممكن توافق انها تلبس هدوم مستعمله. م. فالفكره دي ان احنا ازاي ندور على الاوتلت اصلا، وايه الاماكن بتاعته وبتتجاب منين. ده كان صعب في الاول اوي. طب خلينا اقطعك هنا ونسأل سؤال ونرجع نكمل حكايتنا طبعا، بس عايزين نعرف بقى بالاخص ايه هو مفهوم الاوتلت، لان احنا في ناس مفكرة ان الاوتلت ده يعني ستوك او يعني مستعمل، او هل كل كلمة فيهم ليها معنى؟ يعني ايه هو الاوتلت لا، مفهوم؟ الاوتلت عموما هو مفهوم المعروف بتاعه هنا وبره، على اي حاجه قدمت عندك. م. بمعنى يعني مثلا معرض سيراميك مثلا م. عنده موديل مثلا هو مش هيصنعه السنه الجايه، م. وعنده مثلا منه مثلا كميه خلاص مش هتصنع بعدها من موديل معين. خلاص هو بيطلع مثلا اخر مثلا 100 متر عنده دول اوتلت. م. خلاص بس هم لو حد محتاج بران نيو جداد. لازم يبقى جديد اصلا، م. لازم يبقى جديد. فاحنا مثلا بنسافر بره مثلا، ابسطها لك، مثلا براند، مش عايز اذكر اسامي براندات اكيد. محدده، بس مثلا براند رياضي معروف مثلا موجود في المانيا الشركه بتاعته، فاحنا بنروح للاماكن اللي الشركه دي بتوزع لها موديلات السنه اللي فاتت. يعني دلوقتي مثلا في 24 خلاص موديلات 23 دي مش هتتصنع تاني، وهو عنده لم من الستورز بتاعته الموديلات اللي ما اتباعتش. ففي عنده وكلاء في اماكن معينه في اوروبا. احنا يعني في اماكن ماضيه معانا عقد، وفي اماكن بندخل نشتري منها عادي. بندخل نشوف ايه الانسب حاجه تكون مناسبانا في مصر وبنجيبها، لان مش كل حاجه ممكن تبقى مناسبه معانا في مصر. م. يعني مثلا احنا مثلا مش هينفع نروح نجيب البوت بتاع التلج مثلا، م. م. مش موجود عندنا. بالظبط. طيب نرجع بقى نكمل حكايتنا. مم. اسواق حمام، سافرتوا بره شفتوا عنصر الاوتلت مش موجود في بورسعيد، مم. فحبيتوا بقى انكم تبداوا الرحله هنا في هو بورسعيد. الرحله اللي انت بتقول عليها دي خدت وقت كبير، يعني التجهيز ده من فكره وفضلت فكره، م. وقاعدين وتنسى الفكره وترجع لها تاني، وت... وت... وتكبر دماغك وبعدين ترجع لنفس الفكره، لغايه ما بدأ بقى الموضوع يدخل على ارض الواقع بقى. يعني مثلا قلنا نبدأ بمحل صغير خالص، لان ما كانش معانا راس مال اساسا، وبدأنا نبدأ بهدوم الأطفال. ومع الوقت المشروع كبر وخدنا المكان اللي احنا فيه دلوقتي.
واشتغلنا وبدأنا نجيب حاجات كتير قوي من بره. مم. احنا عمر اسواق حمام قد ايه؟ أسواق حمام من أول ما كان حاجة صغيرة لغاية دلوقتي داخل في ال10 سنين. بس هو ممكن يكون بقى مشهور قوي من حوالي 6 سنين. طيب ليه تسمى اسواق حمام؟ اشمعنى الاسم ده؟ أقول لك علشان خاطر في الأول خالص لما بدأنا بقى زي ما بقول لك في محل الأطفال الصغير خالص، ده كان محل تقريبا 20 متر في حتة كان زمان فيها محل حلواني اسمه أسواق حمام. يعني احنا حضرناه مثلا. إحنا دلوقتي عندنا مثلا يعني او جيلي انا مثلا في ابو فؤاد عندنا مثلا 38 او 37 سنه. ده قفل واحنا عندنا 6 سنين اصلا. مم. ففضل المكان محتفظ بالاسم اسواق حمام. فانا فتحت والمكان اسمه اسواق حمام. بس في ناس مش عارفه ايه ده. يعني يقول لك ودينا اسواق حمام بيروح هناك. مم. فتحت هناك المحل الصغير. ولما المحل بدأ يشتغل وكبر خدنا بقى الاسم واليافطه وكل حاجه ورحنا المحل الكبير اللي احنا حاليا موجودين فيه. مم. طب تيجي نتكلم شوية عن اسواق حمام برضو ككيان، احنا بنقدم ايه؟ احنا بنقدم كونسبت الاوتلت حلو. اللي هو اي حاجه. اصل الاوتلت برضو مش الهدوم بتاعت السنه اللي فاتت بس. الاوتلت ده كذا شق على فكره. يعني مثلا في اوتلت محلات. يعني مثلا توكيل اكس او زد او واي المعروفين عندنا اللي هي حاجات اصلا اوروبي او امريكي. التوكيل ده مثلا عنده هدوم اتباعت من السنه اللي فاتت خدناها خلاص. ده المعروف والدارج. مم. لكن مثلا خلينا نقول ان المصانع اللي بتصنع للتوكيلات دي اساسا مم. لو هو مثلا بيصنع قميص او تيشيرت او بنطلون او اي حاجه، المصنع طلب منه مثلا 1000 قطعه من الموديل ده. فالمصنع صنع 1100 قطعة أو 1200 قطعة. فهو بيسلم الشركة اللي طلبت الأوردر ال1000 قطعة المطلوبة وبيباع عنده 200 قطعة. ده برضو ده جنب من الشغل اللي احنا بنشتريه. بس ده ما بيبقاش من أوروبا. مم. ده بيبقى من المصانع. المصانع في الغالب بتكون في الهند وبنجلاديش. مم. دول أكتر مصانع الملابس في العالم يعني. مم. فده جزء من الأوتلت. في جزء تالت وده مش معروف أصلا اللي هو الحاجات السامبلز اللي هي يعني مثلا شركة زد مثلا. الشركة دي عاملة ديزاين لقميص معين هينزل سنة 2025 في الصيف والمفروض يدخل الستور شهر 7 أو 6 مثلا. فالشركة اللي صنعت الديزاين ده لو القميص ده بعتته للشركة الأم اللي هي مثلا مكانها في أوسلو في النرويج. الشركة اللي في النرويج دي عموما هي دي مثلا أنا بشتغل معاها. الشركة دي بتصنع في مصانع كتير قوي قوي. فبيبقى عنده من كل موديل للسنة الجاية قطعة بتاريخ نزولها الستور. مم. فبيبقى عنده قطع كتير قوي ما بيعملش بيها اي حاجة. مم. ففي ديل بيننا وبين الشركة دي ان احنا ناخد كل السامبلز اللي عندها. مم. فبيبقى عندنا مثلا قطعة. احنا في 24 دلوقتي. عندي قطعة شتوي مكتوب عليها 2025 مم. فهمت. كل ستور. فهمت. فده هم دول اشهر 3 حاجات في الاوتلت. مش موضوع ان هدوم متبقي من السنة اللي فاتت. مم. لا مش شرط. طب ده بياخدنا برضو لنقطة اختيارك للموديلات، هل ده كده على كلامك الموضوع بيبقى إجباري؟ يعني انتوا مجبرين على موديلات معينة تتاخد اه طبعا. ولا اه طبعا. مجبرين يعني اه مش مجبر. بتنقي موديلات لا لا معينة؟ لا 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 تقدرش تنهي اي حاجة يعني. ومقاسات؟ لا انت بقى انت مثلا بيبقى قدامك البيع حسب برضو الشركة اللي بتشتري منها. في مثلا انت بتشوف مثلا الشغل ده بيجي في شوال. مم. فانت بتفتح مثلا 7 8 10 تشويلة وتفتحهم وتشوفهم. انت بتشوف الافريج بتاع المقاسات افريج الموديلات تشوفها عاملة ازاي والباقي انت بتشتريه برضو فيها ريسك يعني. مم. طب ولو لقيت موديلات مش مواكبة للجو العام او لمصر عامة، يعني للسوق المصري بصفة عامة، بتعمل فيها ايه؟ على فكرة السوق المصري سوق يعني متفتح جدا. مم. يعني ده بجد السوق المصري ده من احسن واعظم الاسواق. مم. واي حد يقول غير كده يبقى غلطان. مم. سوق مصر سوق قوي وسوق اي حد يحلم يدخله على فكره. فين السوق اللي في العالم اللي فيه 100 مليون واكتر شعب بيحب كل حاجه. ده مش موجود على فكره يعني مفيش بلد كده. مم. فما فيش حاجه عندنا الا تكون حاجه شاذه بقى خالص. مم. حاجه شاذه يعني حاجه ودي نادر يعني.
يعني يجي لك مثلا فعلا حاجه ملهاش استخدام، يعني مثلا سلوبيت الاطفال بتاع التلج ده ما بيتباعش، هتعمل بيه إيه؟ مم. لكن الحاجات العاديه بقى كل ناس ليها ذوق معين وانا ما بشتريش الحاجه على ذوقي على فكره. مم. احنا بنتابع الموضه رايحه فين وجايه منين وايه الترند الجديد وايه اللي الناس بتدور عليه والالوان الجديده، ده لو متوفر في البيعه اللي انا بشتريها بشتريه. مم. طب يعني احنا برضو كده عندنا جزء صغير من الاختيار ولا في جزء بس يعني بس مش صغير قوي ومش كبير قوي. كبيرة؟ يعني انا هاخد البيعه دي هسيبها، مم. مفيش مفيش بس مثلا احنا ممكن شركات بنتعامل معاها مره واتنين نبدا نقول له مثلا شروطنا، يعني مثلا لا احنا عندنا مثلا، يعني مثلا البناطيل الحريمي بره بتبدا مقاس 26، ده عندنا ما مش موجود اصلا. مقاس صغير، مقاس اطفال جدا، يعني. هو عندنا يعتبر اطفال، مم. بره عادي ممكن تلاقي واحده كده. فالمقاس ده ما بيشتغلش عندنا، فاحنا مثلا لما بيبقى ليك رصيد مع شركه معينه بتقول له لا حاول تقلل لي من نسبه البنطلون ده مم. لانه مش بيشتغل معايا. فمع الوقت وبتاريخك وباسمك بتقدر انت اللي تحط شروط برضو. مم. تعالى نرجع برضو كده للقصة من البداية. عرفنا ان اسواق حمام مش اونر واحد، لا دول ثلاثة. بالظبط. طيب عرفتوا بعض ازاي وعلاقتكم ايه مع بعض، احنا بتتعاملوا مع اصلا بعض صحاب ازاي؟ صحاب. من قبل اي حاجه، يعني احنا تمام. صحاب من زمان وكنا مع بعض في الدراسه ومن زمان بنقعد نفكر نعمل ايه وايه البيزنس اللي ممكن ندخله، ودخلنا في حاجات كتير وكسبنا وخسرنا. بس ده تقريبا اكتر حاجه احنا خلاص استقرينا عليها وبنعملها على طول وبنعملها بحب ومركزين فيها يعني. طيب ومين صاحب القرار النهائي في اي قرار بتاخدوه؟ يا ترى بيبقى لا هو مشورة؟ عندنا مش مفيش حد صاحب قرار نهائي. مم. يعني مثلا كل واحد ماسك جزء معين، مم. في الجزء المعين كل واحد مسؤول عن القرار بتاعه، مم. وانس ان واحد خد قرار خلاص كله راضي بيه وموافقين عليه سواء صح او غلط. مم. يعني مثلا لو هتقسم الكيان ده مثلا لثلاث اجزاء كل واحد مسؤول عن جزء. مم. مثلا جزء الحسابات في واحد مسؤول عنه تماما، مم. خد قرار صح احنا موافقين، خد قرار غلط احنا موافقين مم. ومكملين على هذا الوضع، وبناخد قرار مع بعض شيرنج وبنفكر مع بعض. بس خلاص لو وصلنا لحتة مثلا الماركتينج، خلاص اللي ماسك الماركتينج لو شايف ان احنا كلنا نصحناه وقلنا له ده لا وهو عمله وشايف ان ده صح، خلاص هو يكمل. ولو طلع قرار غلط ما عندناش مشكلة عادي يعني، مم. اكيد هنصلح. مم. ممكن تكون انت حكيت بعض من اللي هقوله، بس يعني قدرتوا ازاي تتميزوا انك تجيب او توفر احدث الموديلات والبراندات؟ هو ده مش موضوع سهل، وخصوصا كمان بعد التعويم الاخير واللي قبله، ده بيبقى صعب عليك قوي ان انت تدور على احسن حاجة مقابل احسن سعر، ده بيبقى صعب. ودايما بيتقال علينا ان احنا غاليين، بس هو انا مش غالي خالص لان انا مش بخاطب كل الناس، مم. انا مش فاتح لكل الناس. مم. انا مش ببيع ازازه الميه اللي ب5 جنيه اللي اي حد ماشي على الطريق بيقف يجيبها، لا انا ببيع حاجات بتخاطب ناس معينه. يعني انا الميزه اللي انا بقدمها لك ان انا بجيب لك حاجه موديل السنه او موديل جديد او موديل حلو او موديل غالي باقل من نص سعرها. اقل من نص سعرها ده انا ممكن اجيب شوز ب 30,000 جنيه، انا ببيعه باقل من 15,000 جنيه. فحد تاني ممكن يقول ده غالي قوي، ده حرامي ده، مم. ازاي بيبيع شوز ب 15,000 جنيه او كده. مم. بس هو اصلا ثمنه كام؟ بالظبط. ثمنه كتير. فاللي بيشتريه من عندي وفرحان ومبسوط بيه اللي هو كان رايح يشتريه ب 30,000 جنيه، مم. لكن اللي رايح يدور على شوز ب 500 جنيه وهيجي لي يقول عليا غالي. بالظبط. فانا مش ما اقدرش اخاطب كل الناس. طب يا ترى بتميزوا شغل معين، ملابس يعني لزبائن معينة بتكون هي اللي طالباه؟ يعني حد بيبقى م. طالب منك اه ممكن، لا ناس معينه كده بتعرض لها الكوليكشن قبل الناس؟ لا في ناس معينه مثلا من زبايننا ممكن يكونوا شغالين في اماكن يعني حساسه شويه، بيطلب حاجات معينه هو بيحب يلبسها او براند معين هو بيحب يلبسه، ده بنجيبه له مخصوص. تعال نتكلم على أسواق حمام وشهرته
اللي اكتسبها بره بورسعيد، ده حصل ازاي؟ واسواق حمام لو اشتهر في اسباب كتير، اسباب احنا بايدينا واسباب بره ايدينا. هو اولا لو انت تفتكر من زمان من قبل الثوره، كنا احنا وانت وناس كتير من بورسعيد كنا بنجتهد ان احنا اصلا نطلع بورسعيد للنور. يعني نجيب عمارة قديمة ونصورها ونكتب تاريخها، لان ما كانش حد بيعمل ده كتير عندنا، وما كانش بورسعيد معروفة انها فيها تاريخ قديم وليها قصص كتير بورسعيد، وتاريخ مع الحروب. وبورسعيد بلد برضو تاريخها عظيم يعني. فمن قبل الثورة احنا كنا كل واحد بيشتغل لوحده، وكل واحد أول ما بدأت السوشيال ميديا بدأ كل واحد يصور بقى بلاطة مثلا من 1890، يصور عمارة من 1910 ويتكلم عنها. فبدأنا احنا نشتغل على ده، فبدأت تيجي شهرة بورسعيد من ده، فبدأ يجي سياحة لده. كانوا ناس كتير بتشتغل على ده على فكرة، وكنا عاملين ويب سايت زمان بنتكلم فيه عن تاريخ بورسعيد بس، وفي ناس كتير لغاية دلوقتي مكملة في ده. م. فده جزء كان عامل ماركتنج لبورسعيد نفسها. احنا بقى اشتغلنا على ماركتنج إيه، احنا بنعمل ايه وبنبيع ايه. ناس كتير قوي محتاج اللي احنا بنبيعه ده بس مش لاقياه. م. وخصوصا احنا بدأنا كنا من اوائل الناس في مصر اللي بتبيع حاجه اسمها هدوم بالكيلو. النهارده الفكره دي بقت منتشره، وما كان انتشرت من هنا، م. ما حدش يعرفها اصلا. م. فدي كانت ترند وقتها، فكان الناس كلها جايه تشوف ايه ده اصلا. بعد الظروف الأخيرة برضو اللي انت حكيت عنها دي، وخصوصا المقاطعة، بتضطر انك تبعد عن ماركات معينة الناس اه طبعا بتقول عليها مقاطعة احنا دلوقتي. ملتزمين جدا تماما يعني بموضوع المقاطعه ده. واحنا اي حاجه نقدر نعملها في ايدينا ما نقدرش نتاخر. احنا غيرنا تجار كتير وماركات كتير خلاص ما مش بنجيبها اساسا، واحنا قدر الامكان شغالين ان احنا ما نجيبش اي حاجه تساعد او تسبورت يعني انها تاذي بلد جنبنا، ما نقدرش نعمل ده طبعا. تمام. اتجاهات الموضة اللي بتتغير دايما دي بتتعاملوا معاها ازاي؟ الاتجاهات رايحة دلوقتي على ألوان معينة أو موديلات معينة، مم. التغيير اللي بيحصل كل سنة ده بتحاول تواكبه ازاي؟ بحاول اجبر ان انا اصلا على طول كل سنه. انا زي مثلا بقول لك انا مسافر دلوقتي جاهز للشغل الصيفي، فانت بتفضل شغال على طول. انت ما ينفعش تفصل وما ينفعش تقعد، انت على طول بتذاكر مم. وعلى طول بتشوف الموديلات الجديده والالوان الجديده. لان خلي بالك هو لو موديل جديد بينزل، هو بينزل في كل البراندات بس باختلافات بقى، مم. بس هو بينزل. مم. الوان جديده بتنزل في كل البراندات. يعني مثلا هتلاقي السنه دي مثلا الموضه اللون الاورنج مثلا، كل براند بيعمله بشكل بس هو خلاص موضه. انا لما بسافر بدور على ده مم. وبجتهد ان انا الاقي ده. مم. قول لنا طيب الاوتلت بتجيبوه منين؟ الاوتلت احنا عامه في مصر ذوقنا بيميل لللبس الاوروبي والتركي. يعني لو تقسم كده العالم للجغرافيا احنا مش ما نملش، وذوقنا ما يروحش لللبس الامريكي. يعني البراندات الامريكي لا على فكره احنا ما تغويناش في مصر. احنا نحب الذوق التركي، الذوق الايطالي، احنا ده اللي يغوينا في مصر. يعني مثلا بلاد اسيا فيها لبس كتير حلو، بس احنا ما يعجبناش. احنا لينا ذوق معين على فكره، وذوقنا صعب، مش سهل، مش ذوق عادي. احنا بحكم مكاننا في مصر احنا متعلقين وماشيين ورا الذوق الاوروبي. فهي دي بلاد اوروبا، كل بلد مثلا لو نتكلم على العربيات، مثلا فيات مثلا الشركه الام بتاعتها في ايطاليا، قيس على ده الهدوم. بنروح ايطاليا نجيب منها كذا، نروح المانيا نجيب منها كذا. كل بلد فيها شركه كبيره وبيبقى ليها اماكن احنا بنروح ليه وبنشتري منها. يعني احنا كده مش معانا بلد واحدة، لا احنا معانا لا خالص. بالبلاد اوروبا. السفريه ممكن سفريه اوروبا دي ممكن تبقى مثلا 12 دوله مثلا في 3 4 اسابيع. مم. طب احكي لنا كده المشاهير اللي بيجوا لنا كده بورسعيد عشان اسواق حمام بس. لو احنا بيجي لنا الحمد لله ومشاهير كتير قوي، بس تحديدا بقى في موضوع الملابس الاوتلت هم مش بيحبوا يقولوا.
يعني ممكن هو بيبقى منهم كمان ناس كتير بنبقى بعد كده صحاب، بس مش ممكن ما نتصورش مع بعض في المحل. هو بيبقى مش عايز يقول للناس انا بيلبس اوتلت. مم. يعني انا عندي مثلا لو نقول مغني معروف قوي، وممكن ياخد من عندي الهدوم، بشوفه بيها في الحفله اللي هو طالع بيه، مم. او في فرح او في كده، ومعايا صور ليه، بس انا ما اقدرش اقول ده من عندي. وهو مش بيقول ان ده من عندي، لو حد سأله ده انا كنت في المجر ولسه راجع امبارح. مم. هو ما كانش في المجر، هو كان في بور فؤاد وبناكل سمك مع بعض. فاهمني؟ كاسامي لا، دي خصوصيه ناس ما اقدرش اقول يعني. لا بس الحمد لله يعني. ما شاء الله. لو قابلتنا مشاكل او مواقف مع العملاء، يعني بناخد ملاحظات العميل ازاي وازاي بنشتغل اللي احنا نحسنها؟ لو قابلتنا ايه، احنا كل يوم في مشاكل اصلا. اصلا. ايه لو قابلتنا دي؟ اصلا. السؤال ده غلط. السؤال ده المفروض ما يتحطش. مفيش حاجه اسمها كده. انت في اي شغل ايا كان انت عندك مشاكل. مم. في مشاكل يعني من كتر ما بتمر عليك انت خلاص عارف. انت خلاص بقيت بتشوف الزبون داخل، انت عارف هو هيتخانق على ايه دلوقتي. مم. خلاص بقى بقالنا كتير. فانت بتشوف المشاكل، في مشاكل وعلى فكره المشكله اللي بتواجه الزبون هي مش مشكله بالنسبه لي جديده. انا عارف هو بيقول ايه، مم. وعارف هو عايز ايه. انت اتعودت خلاص على عقلية العميل عندك، انا بتخش حافظ مشاكله. مم. انا حافظ مشاكل. بس اغلب المشاكل اللي انا ما بقدرش احلها، اللي هي المشاكل اللي مش في ايدي اصلا. مم. يعني انا مش في ايدي ابيع رخيص. خلاص، انا بدفع جمرك حوالي 500 جنيه مصري مم. اصلا. خلاص، جبت مركب 3 يورو الكيلو، جبت مركب 68 يورو الكيلو، بدفع عليها 500 جنيه مصري. مم. فانا خلاص غصب عني وصلت لحته انا ما اعرفش انزل عنها. مم. فالزبون بيقول لي مثلا الاسعار بقت غاليه، انا اقول له ايه؟ ما انا ممكن ارد عليه ردود كتير، اقول له ما كل حاجه حواليك بقت غاليه بس خلاص انا مش هو حر. هعمل ايه؟ ما هو يعني هو جايب، هو في ناس بتتوقع انها جايه بورسعيد هتجيب البنطلون ب 8 جنيه. مم. يقول لك انا ابن خالتي كان بيجي هنا وعارف الاسعار، مم. وخلاص بقى هو يعني معلوماته كلها اخدها من ابن خالته. هو مثلا ما جاش بورسعيد بقى له 20 سنه، مم. خلاص هو مصدقه، هو حر. مم. مفيش مواقف كده قابلتكم مع عملاء؟ لا لا لا، قابلنا كل ده كتير. كل ده قابلناه كتير قوي. مم. هو اصل انا ما اقدرش اتحكم في الزبون وهو داخل البروفه. خلاص اعمل ايه؟ هو دخل قفل الباب عليه. لو دخل مثلا بيقيس وهو لابس الجزمه، انا هعرف منين اصلا؟ مم. دخل بيقيس وهو تخين، اتخن من القطعه قطعها. قطع. هعمل ايه؟ يعني دي كان قصدي، هي دي يعني هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. مم. كل شغل وليه مكسب وخساره، مم. وده جزء من الخساره. السوشيال ميديا فرقت مع أسواق حمام؟ هي فرقت معانا كلنا اصلا، مش انا بس. مم. فرقت مع اي حد. يعني اي حد هيسمع اللي احنا بنقوله ده، السوشيال ميديا فرقت معاه. كل واحد بطريقه مختلفه. طب فرقت معاكوا ازاي؟ كماركتينج، مم. الماركتينج النهارده ده اهم. هو عامه مش الماركتينج النهارده، هو ماركتينج على يعني على مر العصور هو اهم حاجه. يعني في مثل انجليزي معناه بيقول لك لو انت هتعمل مشروعك ب 10 جنيه، اصرف 9 جنيه على الماركت. مم. هو الماركتينج الاساس، هو ده البيزنس اصلا. مم. عرفت تنجح في ده هتنجح. خلينا نتكلم، بما اننا اتكلمنا عن السوشيال ميديا والماركتينج، الويب سايت، الاونلاين ستور، هل هنقول اللي هو زي الستور الحقيقي في لا لا مبيعاته لا، او مستحيل، لان اغلب شغلنا هو بيبقى وان بيس. وان بيس مش مثلا زي اي حد يبيع اونلاين مثلا، يعني مش امازون اللي هو مثلا عنده ازازه زيت اسمها محمود لتر، بيصورها ويبيع عليها 1000 قطعة. انا مش بعمل ده. انا بصور كل قطعة واكتب الديسكريبشن بتاعها، لانها هي الوحيدة. لو اتباعت خلاص مش موجودة. فده صعب قوي ان انت احنا شغالين على ده، بس شغالين على ده في حدود المعقول. لكن ان انت تصور كل قطعة وتكتب ماركتها وتفاصيلها، ودي سليم فيت ولا ريجولار فيت ولا كذا ولا كذا، وتعرضها بسعرها وتشحنها وتبيعها وتشيلها من على الويب سايت تاني، ووارد جدا ترجع. يعني وارد جدا زبون ما طلعتش مقاسه هيتصل بيك، لا مم. والله ده انا ما هي لارج بس انا تخنت على ما الاوردر وصل. هقول له ايه؟
ما انا هرجعها له، فترجع تاني على الويب سايت. مم. فموضوع الاونلاين مع الاوتلت صعب قوي، بس احنا بنعمل ده. مم. احنا عارفين عيلة اسواق حمام كبيرة، كنا عايزين نعرف علاقة الاونرز بالستاف ايه. مش هضحك عليك بقى واقعد اقول لك اخواتنا ومالناش الا بعض والشغل ده. لا هو احنا بنبقى اصحاب على فكره، مم. ودايما بنخرج مع بعض، ولينا مثلا في الصيف نروح مع بعض يومين البحر و... ونغير جو ونسافر مع بعض كتير. يعني اللي متابعنا ممكن يلاقينا مثلا يقول احنا قافلين عشان بنعمل صيانه في المحل. ما بيبقاش صيانه على فكره، احنا بنبقى رايحين البحر عادي جدا يعني، ما فيش في دماغنا اي حاجه. بتغيروا الجو يعني. اه لازم نعمل ده اصلا بس في اوقات معينه انت لازم تفصل الصحوبيه، مم. لازم. خلاص، لان لو يعني بخبرتك في الشغل الصحوبيه، يعني احنا دلوقتي انا وانت اصلا صحاب، تمام. حلو. إيه بس ساعه الشغل لما بطلب منك شغل او بتطلب مني حاجه، خلاص بنتعامل في شغل. بالظبط. لازم تعمل ده في حياتك. اكيد. يعني انت مثلا ممكن يبقى عندك ولادك صحابك، بس مش تخلي ابنك يضربك بالقلم برضه، فاهمني؟ ما طبعا. هو في حدود. طبعا. احنا اصحاب واخوات وكل حاجه، بس في اوقات معينه بيبقى مثلا بتستلزم الشغل يبقى بطريقه معينه، لازم تمشي بالشكل ده، تمام. فاهمني؟ هنسأل سؤال يعني محتاج إجابة حلوة. يعني بعد النجاح الكبير اللي أسواق حمام حققه، وزي براندات كتيرة كانت هنقول مثلا تركي أو هنقول صيني، دخلت مصر وبدأت تبقى صناعتها محلية، إن التيكت يبقى مكتوب عليه أو الليبل صنع في مصر. ليه أسواق حمام ما فكرش إنه يتجه للصناعة المصرية ويعمل زي اغلب الناس اللي كانت بتستورد في الاول؟ انا عارف ان احنا اتجاهاتنا كانت اوتلت، بس في ناس كانت بتستورد وبتعرض في ستور ليها عادي، لحد ما الظروف اللي اتغيرت وبقينا بنصنع احنا هنا. ليه اسواق حمام ما اتجهش لتصنيع حاجه تبقى على الاقل براند خاص بيه؟ ده احنا من دول بندرس ازاي ندخل مجال التصنيع، بندرس لسه الموضوع ده. يعني احنا اتعودنا على النجاح، فاحنا ما بنحبش ناخد قرار ما يجيب لناش النجاح 100%. فممكن الموضوع ياخد معانا وقت شويه. بس اوريدي فكرت في حاجه زي كده. احنا اوريدي بنفكر، م. بس احنا الموضوع هياخد وقت، لان هو يعني بالظبط كده. كان انت بتسوق عربيه وانا بقول لك ايه رايك ما تسوق الطياره دي، ما انت بتسوق. لا، انت بتتغير من تاجر بيتاجر وبيجيب منتج وبيبيعه، لواحد بيصنع. فده اصلا شخص تاني خالص، م. وتفكير تاني خالص، وقصة تانية تماما. فانت عشان تعمل ده، لا ده موضوع مش بالبساطة، يعني موضوع كبير قوي، وعايز خبرة م. وعايز دراسة. ده حاجة، ده احنا لو بنجيب ماركة جديدة بنقعد ندرسها. م. بالك انت داخل في قصة تانية غير شغلك، م. فتتوقع ايه يعني؟ طب ازاي قدرتوا تكملوا البيزنس في ظل الظروف اللي البلد مرت بيها في الفترة الأخيرة دي؟ ما هو انت ما تتوقعش في اي بيزنس تدخله في اي بلد، مش مصر بس، ان الدنيا وردي. مفيش الكلام ده اصلا. يعني ما حدش يضحك عليك ويقول لك روح افتح البيزنس بتاعك في دبي الدنيا سهله. سهله كايه يعني؟ سهله ان انا اروح افتح شركه، الموضوع سهل وكل حاجه سهله. فتحت الشركه، لكن هل الماركتنج هناك زي مصر؟ لا. هل السوق هناك زي مصر؟ لا. هل الجو هناك زي مصر؟ لا. فهتقابلك هناك مصاعب تانية برضو م. مختلفة عن اللي عندنا، بس عندك مشاكل. فمفيش بيزنس في أي بلد في العالم ماشي سهل كده. مفيش حاجة اسمها كده أصلا. الحياة أصلا مش كده. فمش هتلاقي بلد إن أنت تفتح فيها البيزنس بتاعك و... وتكبر كده وحاجة جميلة. أصلا ده يبقى بيزنس مش ممتع. م. طب ما تحكي لنا كده عن صعوبات مثلا قابلتوها. احنا كل يوم في صعوبات، بس هو ده جزء من اللعبة، فاهم؟ يعني يعني جزء. هقول لك ازاي، هقول لك. النهارده مثلا آم، لما بيحصل تعويم، لما بينزل قرارات صعبة على الاستيراد، ما كل ده بيخلي القطعة غالية. ولما يخلي القطعة غالية ممكن توصل لسعر
يوقع منك عميل. ما خلي بالك، ما هو ده اصلا اللي بيحصل دلوقتي. اي منتج النهارده، اي منتج في السوق اللي في مصر ايا كان، هو سعره اتغير. ففي الناس اللي كانت بتستخدم المنتج ده ايا كان، لو بيستخدم مناديل هو ممكن يجيب المناديل الاقل. فانا وقع مني زبون، في زبون ما مش بيجي، مم. ايا كان بقى الاسباب التانية. بس دي مصاعب بتقابلك. انت بقى لازم، هو عموما سر النجاح، انت تفضل تعمل اللي المفروض تعمله. ده سر النجاح على فكرة. مم. سر النجاح اي حاجة. مم. يعني انا عايز وهدفي في الحياة ان انا ادخل الجنة، والموضوع ده حاطه في دماغي. يبقى لازم تعمل المفروض تعمل، بالظبط. اللي هو لازم تصلح من نفسك، ت... ت... تذاكر دينك كويس وتصلي مثلا، وتفضل تعمل اللي المفروض تعمله. مم. فاهمني؟ مم. انت حاطط تارجت تنجح، ما تجيش بقى تنام وتريح وتقفل المكتب بتاعك وتقول لي النجاح ما بيجيش ليه، ما مش هيجي. مم. طب ايه اكبر انجاز حققتوه في الفتره الاخيره؟ اكبر انجاز حققناه في الفترة الأخيرة؟ لا، احنا ما وصلناش لأي انجاز اقدر اقول عليه كبير، لان انا لو شفت ان الانجاز ده كبير هقف. انا اي حاجة بوصل لها بقول لا مش هي دي اصلا، مم. لسه بدري قوي. سقف الطموح عالي في اي حاجه بتوصل لها مفيش بالنسبه لك اصلا خلاص ما سقف، عادش انا بوصل انجاز. للحاجة واقول يلا، مم. يلا نبدأ بقى من الاول، احنا اللي عملناه ده كان غلط اصلا، مم. نوصل لحاجة تانية لازم ده. مم. ايه اقرب هدف بتحاولوا تحققوه في المستقبل؟ احنا الاهداف اللي بندور عليها اليومين دول ان احنا ندور على ماركات. دايما ده بيراودنا، يعني ان احنا نجيب ماركات ما مش عارف يوصل لها غير. مم. ده بالنسبة لي هدف في شغلي. سامح هتكون معروفه بالنسبه للسوق المصري يعني. والله السوق المصري عارف كل حاجة، ده سوق غريب. اقسم بالله، انا في ماركات انا مش ببقى عارف انطق اسمها اساسا، وننزلها مثلا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او الانستجرام، تلاقي ناس بتسأل هو ماركة كاسيتي بكام لو سمحت، انتوا عرفتوها منين؟ انا والله العظيم ما عارف انطق اسمها، انت عرفتها ازاي اساسا؟ فهو لا، سوق عبقري ده، سوق يا جماعه ده، سوق مصر ده ما يتعوضش. عايزين نصيحه كده اتقالت لكم في اول الطريق وعملتوا بيها. هو هو اكتر نصيحه كانت دايما تتقال لنا من الناس اللي بيحبونا، يعني ان مش كل اللي بينصحك نصيحته مظبوطه، مم. صدقني. مم. ففي ناس معينه انت بتثق فيها وبتاخد برايها. الناس اللي بتحبك ممكن تنصحك نصيحه كانت صعبه، او الناس ربنا يبارك في شراكتكم. فربنا يبارك في شراكتكم دي آه، كلمة تعتبر عادية بس هي صعبة، لأن الشركاء احنا بنختلف على فكرة كتير، بس الاختلاف ليه سقف، ليه حتة معينة كده ونسكت. ممكن نختلف مع بعض، نقوم احنا التلاتة نمشي، كل واحد يمشي على بيته، ما خلاص مفيش كلام. تاني يوم الصبح على الجروب بتاعنا على الواتساب نتكلم عادي، كأن ما حصلش أي حاجة خلاص. ولا بقى ندور مين اللي غلطان، ولا أنت المفروض كنت تعمل، ولا مفيش الكلام ده. مم. خلاص حصل وخلص. ده كويس جدا، ربنا يديمها يا رب بينكم. اللهم آمين يا رب. طب ايه بقى النصايح اللي انت او انتوا تحبوا تقولوها لحد عايز يبدأ بزنس زي اسواق حمام او اي بزنس تاني؟ لسه قايلها لك، افضل اعمل اللي المفروض تعمل. هو ده. انت طبيعي جدا، وفي اعمار لما احنا حتى كنا صغيرين مثلا 15 16 سنه كنا ندخل بيزنس كتير. فاكر انت لما كنا نقعد على القهوه هنفتح كافيتيريا، تعالى ندي دروس، تعالى مش عارف اي حاجه احنا كنا شايفينها شغاله عايزين. بس مفيش حاجه اسمها كده. مفيش، انا مش معنى ان انا شايف كافيه شغال ان انا لو فتحت جنبه هشتغل، مفيش حاجه اسمها كده. انت برضو لازم يبقى عندك حته ابداع وحته تميز، وتذاكر اللي انت عايز تعمله كويس، وتذاكره بكل الطرق وتفهمه بكل الطرق، وتبدا. ابدا بقى وخلاص. مش لازم يبقى عندك 100% من المحل مثلا، مش لازم، يعني مش لازم يبقى عندك كافيه مثلا، يعني مثلا والكراسي غاليه لازم اروح اجيب بيع منتجك والناس واقفه. عادي اعمل ده، فاهمني؟ ابدا وخلاص، مش لازم تفكر ازاي ابدا 100%. مفيش حاجه اسمها تبدا، مفيش اصلا بيزنس ينفع يبدا 100%، مستحيل. ده حقيقي. بتساعد منافسين في مجالك ممكن؟ اه طبعا، اه طبعا.
ناس كتير قوي آه، وقفنا معاها جامد. ناس كتير قوي انا عايز اقول لك على حاجه. احنا المحل بتاعنا اسمه مسروق حمام، وقلت لك ان كان اصلا في مكان اسمه مسروق حمام. مم. في هناك محلات فتحت واشتغلت و... وهي مش احنا، مم. فاهمني، وشغالين عادي، واحنا ما عندناش مشاكل في ده خالص مم. نهائي يعني. طب في حد بيقلدكم؟ اه طبعا ناس كتير. بيضايقك الموضوع ده؟ لا لا لا، ما عنديش مشاكل. اصل هو بص، هقول لك على حاجه. إيه... انت طول ما انت شغال ومركز في شغلك قوي ومهتم بيه قوي، مفيش حد يعرف اصلا يوصل للي انت بتوصل له. فهو بيبدأ وبيحاول يوصل لده، وبيجتهد يوصل لده. لو انا ما فضلتش سابقه بخطوه هو هيعديني. فانا اصلا هدفي ازاي افضل سابق اي حد بخطوه. لو ما عملتش ده خلاص انا هروح، لكن انا لسه محافظ على ده. مم. لو ده راح مني بقى اتاكد ان اي حد بينافسني هيبقى اسمه اشهر مني في بورسعيد. مم. احنا اسواق حمام، الاونلاين ستور والستور اللي في بور فؤاد. حلو. مفيش فروع بره؟ لا ده حاليا ما فيش. طب مش بتفكروا توسعوا؟ بنفكر، بس الموضوع ليه شويه مصاعب شويه، بس يعني مع الوقت ممكن يبقى فيه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. طيب، شايف سوق الاوتلت اصلا مكمل معانا، ولا هي ممكن تبقى فترة او فكرة ممكن تختفي لو؟ لا لا لا، ما فيش. هو في العالم كله في مولز للاوتلت اساسا. طيب، هقطعك. احنا الاوتلت ممكن يكون اتعرف اكتر او اتشهر اكتر في الفترة اللي الاستيراد فيها قل. يعني احنا بورسعيد كانت او بلد كانت مشهورة باللبس دايما المستورد، التركي الصيني، دول تقريبا كانوا اكتر حاجتين كانوا موجودين. مع مشاكل الاستيراد العملية دي بدأت تقف، بدأ يظهر الاوتلت اكتر. هل لو موضوع الاستيراد ده اتحل ورجعت تاني في استيراد لماركات تركي، ماركات صيني، ايا كان البراندات ايه، هل ممكن تبقى وقتها كانت نعتبرها كانت موضة مثلا لا وانتهت؟ صعب، لسه مستمرة لان معانا؟ انت برضو عندك نقطه تميز وهتفضل موجوده. ان مثلا قول لي كده، ايه الماركه الصيني اللي انت بتحب تلبسها؟ ما تعرفش. م- ايه الماركه التركي اللي انت ما لازم مش هتلاقي ماركه تركي بالنسبه لك معروفه. م- فاحنا عندنا نقطه تميز. م- انا بجيب الماركه المعروفه اللي انت ممكن يكون نفسك تدخل الستور بتاعها م- اصلا. م- فانا بوفرها لك، م- وبوفرها لك بسعر كويس. م- انا هتفضل عندي نقطه قوه م. وهتفضل موجوده. دي تروح بقى لو الاستيراد نفسه اتقفل خلاص بقى على مصر كلها، خلاص مش هيبقى عندنا اي حاجه. م. بس ده ان شاء الله مفيش حاجه اسمها كده يعني. اعتقد مشوار البيزنس بتاع اسواق حمام هنعتبره سلم، وليكن من 10 درجات. يعني شايف نفسك فين في السلم ده؟ على اول سلمه بس. لا لا، ازاي؟ والله العظيم على اول سلم. يعني ما مفيش حاجه لسه ما عملناها اصلا، لسه كتير اوي. تمام. بتمنى لك طبعا كل التوفيق، حبيبي وان شاء محمود ربنا. الله يعني يبقى نجاح اكبر يا رب. وتوسعات اكتر، يا رب. ونشوفك دايما على خير. حبيبي محمود ربنا يخليك يا يا رب. رب. شكرا يا محمود، اشكرك. كل سنه وانت طيب. انت طيب، الله يخليك، شكرا.